أهلا بحضراتكم. ضيفنا الثاني النهارده الفنان والملحن والمطرب عزيز الشافعي. يعني راجل زملكاوي وبيحتفل مع نادي الزمالك بمئويته مرور 100 سنة على تأسيسه. أهلا بيك يا عزيز. أهلا بيك أستاذ حسن. أنت سنك كم سنة؟ أنا بالظبط سني 32 سنة. طيب قبل ما أسألك على أغنية بحبك يا زمالك اللي هي سمعت عند الناس قوي. تمام. إيه أعمالك اللي قبل كده اللي أنت شايف إنها يعني كان ممكن تكون وصلت الناس بسهولة؟ هو أنا طبعا بشكرك على الاستضافة الكريمة دي، وأنا مبسوط جدا قاعد مع حضرتك. أهلا بيك. حاجة تشرفني جدا، شرف ليا طبعا. أنا أهم حاجات عملتها كملحن ومؤلف، اشتغلت مع محمد فؤاد آخر غنوة ابن بلد اللي هي بتاعت الألبوم الأخراني، اشتغلت مع تامر حسني، صحيت على صوتها وبعيد عن عيني، اشتغلت مع خالد سليم يمكن أكتر من 11-12 أغنية، اشتغلت مع هشام عباس كذا أغنية، أهمها أنا لقلبي أنا ما تزعليش يا مصر بعد الموضوع بتاع مشكلة أم درمان. عملت مع إيهاب توفيق، عامر منيب، مصطفى قمر، هيفاء وهبي، يعني اشتغلت مع ناس كتير الحمد لله. بس اهم حاجه عملتها بحبك يا زمالك زي ما حضرتك قلت. اهم حاجه عملتها يعني كل اللي انت عملته ده مع مطربين وفنانين كبار واغاني وكميات كبيره واعداد كبيره، اهم حاجه عملتها انت بالنسبه لي انا. ليه اهم حاجه بالنسبه لي؟ لان انا بحب الزمالك اكتر ما بحب حتى شغلي نفسه. بتحب الزمالك للدرجه دي؟ بحب الزمالك جدا. طب ليه انا حسيت وانت بتغني بحبك يا زمالك انك حزين يعني؟ ليه الاغنيه فيها هذا الحزن يعني؟ الأغنية ساعتها كانت الظروف صعبة جدا طبعا، وكان الناس يعني بتقول اللي زملكاوي ما بيقولش إن هو زملكاوي. لكن الزملكاوية هم في رأيي أنا جمهور الزمالك هو اللي وقف نادي الزمالك، وهو اللي رجع نادي الزمالك، هو اللي حافظ على اسم نادي الزمالك على مدار التاريخ، وبالذات في الفترة الأخرانية. صحيح. فأنا واحد من الناس دي، واحد من الناس اللي كانت بتشجع في المدرجات وواقفة مع الفريق وهو ما بيكسبش بطولات وهو غير ما احنا عارفينه. فكانت الغنوة بتقول كده، يعني الغنوة كانت بتقول بحبه لما يكون بطل، واحبه لو كان مش بطل، واشجعه مهما حصل. يعني التارجت من الغنوة ان احنا زملكاويه وهنفضل زملكاويه، مش هنغير النادي بتاعنا عشان بيكسب بطولة او ما بيكسبش. لان المفروض ان انا بحب النادي ده. صحيح. وانت بتسجل الاغنيه دي عيطت؟ مش عيطت، بس يعني هي كانت مؤثرة. يعني في ناس كتيرة لما بتسمعها بتعيط، ويمكن انا في البدايات وانا بعملها كنت متأثر جدا طبعا. الألبوم بتاعك فيه 11 أغنية عن الزمالك؟ مظبوط. هو الألبوم يعتبر يعني هو حتى يعني يعتبر أول ألبوم بشكل بروفيشنال. يعني في حاجات طبعا اتعملت للأندية، بس في الميدل إيست أعتقد كبروفيشنال وايز يعني ده يعتبر أول ألبوم اتعمل. حتى كان المهندس مرتجي برضو كان مع حضرتك من شوية، كان خالد مرتجي طبعا حاجة يعني مشرفة لأي مصري. كان بيتكلم على الاهلي بيعمل اول حاجه كل مره. انا استوقفني الكلمه دي لان الزمالك هو اول نادي وصل لبطوله الانديه كره القدم، بطوله العالم للانديه اللي اتلغت بتاعت اسبانيا، وهو اول نادي وصل لبطوله انديه العالم في كره اليد، وهو المركز الثالث على كره اليد، واول نادي وصل لبطوله العالم للانديه كره الطايره، هو المركز الخامس على العالم. والزمالك هو منه مؤسس كره الطايره ومنه مؤسس كره اليد، والزمالك هو اللي قاد ثوره تمصير الكره المصريه عن طريق جهينه. في الزمالك اكيد نادي الاهلي هرم كبير وهو قطب من اقطاب الكره المصريه، لكن الزمالك هرمين. لكن الزمالك طبعا زي ما حضرتك قلت الزمالك يعني انا قلت الحاجات اللي انا فاكرها وانا مش مؤرخ، يعني اكيد حضرتك طبعا استاذنا في حاجه زي كده، لكن انا طبعا بشكره على مجهوده ان هو مشرف مصر عالميا، وطبعا النادي الاهلي اكيد مشرف مصر، بس نادي الزمالك حاجه مهمه قوي. يمكن الجيل اللي موجود او الشباب الصغير والاطفال مش عارفين قيمه نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك لا قيمة تاريخية يعني. ده مش وعظيم. كلام تلفزيون ولا مزبوط. كلام كاميرات. يعني اللي بيبص للرياضة كويس ويبص لتاريخ الكورة كويس بيعرف ان نادي الزمالك قيمة، وانا مبسوط انك يعني متحمس لناديك وده حقك. مظبوط. ما هو انت من حقك تحتفي وتحتفل بناديك، ومش لازم تحتفي على جثة النادي الآخر طبعا، بالعكس، أو يعني تتفطس النادي الآخر يعني. بالعكس، ده هو الأهلاوي اللي بيحب النادي الأهلي كويس قوي، وهو سامعني دلوقتي هيحس يعني إيه أنا بحب الزمالك، لأن أنا لما بشوف أهلاوي بيحب الأهلي بحترم ده يعني. لأن أنا ببقى فاهمه. يعني أنا فاهم هو إزاي متعلق بالنادي الأهلي، زي ما هو كمان لازم يفهم ويحترم إزاي أنا متعلق بالنادي الزمالك. صحيح. قول لي يا عزيز، يعني أحلى أغنيتك في الألبوم اللي ممكن تسمع لي منها حتة دلوقتي إيه هي؟
غنوة زملكاوي انا اللي هي اسم الالبوم يعني. اتفضل. قلبي الزمالك جوه قلبي، بقولها ومش بخبي، هو ده الحب اللي انا اتربيت عليه. انسوا اني ابعد عنه، انسوا لو تشوفوا لو تحسوا، الزمالك غالي عندي قد ايه. الفانيلا البيضة بخطين حمر انا هفضل احبها طول العمر، انا هفضل احبها طول العمر، زملكاوي انا. جميل جميل. يعني فعلا انت واضح ان يعني الزمالك ده في دمك. طبعا طبعا. لكن ممكن اسالك سؤال بايخ شويه؟ لا اتفضل، تحت امرك. يعني هل الالبوم بتاع الزمالك والمئويه والشعبيه نادي الزمالك الهائله هي سكتك عشان تتشهر وتتعرف على مجال واسع؟ هو ده سؤال وجيه وذكي جدا، وانا بحترمه وبقدره طبعا. اكيد طبعا. ارجو انك انت ما تزعلش. لا لا خالص، اكيد طبعا. يعني انا متاكد ان لو الناس اللي عارفين الملحن ملوش شعبيه قوي. يعني ملحن كملحن في ناس بتبقى حابه الاغنيه لكن مش عارفه مين اللي عملها. صحيح. فانا طبعا الحمد لله ليا الحاني وليا حاجاتي، بس كميه الشعبيه اللي خدتها من ان انا بغني للزمالك اكيد اكبر بكتير من شعبيه الملحن كواحد بيعمل الحان. يعني اكيد كان في ناس عارفاني، بس اكيد العدد تضاعف او يمكن 3-4 مرات ضعف ده. لكن فكره البوم غنائي دلوقتي للزمالك او غير الزمالك هي افشل فكره ممكن تتعمل تجاريا. ليه؟ يعني انا اول ما عرضت انا واحمد عادل الموزع الموسيقي اللي هو شريكي في الموضوع على دكتور اشرف الكردي اللي هو المنتج بتاع الالبوم، اللي هو يعني بنشكره طبعا على تحمسه للفكره. هو طبعا الفكرة. عاشق للزمالك. عاشق طبعا للزمالك. قلت له يا دكتور احنا هنعمل البوم غنائي وهنصرف مبلغ وقدره على الدعايه وعلى الالبوم وعلى كذا، وانا بقول لحضرتك من البدايه ان هو مشروع تجاريا فاشل، لان ما حدش بيشتري سيديهات. طبعا السي دي بينزل تعمله داونلود على النت وعلى الام بي 3 وعلى مش خلاص ما حدش بيشتري بقى الاوريجينال سي دي. لكن انا بوعدك يا دكتور اشرف ان انا هقدم لك حاجه تليق باسمك وباسمنا وبنادي الزمالك فنيا. لكن هو قال لي، يعني هو دكتور اشرف الكردي قال لي انا، يعني هو راجل عاشق للزمالك، قال انا هعمل ده عشان بنتي الصغيره، هو عنده بنت صغيره 1.5 سنة تطلع زملكاويه. وهو ده اللي كان الغرض الاساسي جوانا. احنا فخورين ان نادي الزمالك يبقى ليه اغاني على مستوى بروفيشنال ويبقى فيه اطفال حافظينها، وان احنا نساهم ولو بقدر قد كده في الاحتفاليه المئويه لنادي الزمالك. احنا عملنا حمله اول دور في شوارع القاهره كلها، يعني في شهر 12 ده كله كان فيه وشاركنا فيها وائل صلاح. طبعا صور كتير، نجوم كتير في كل حته، وشاركنا طبعا متطوع الكابتن حسام حسن، كابتن خالد غندور، كابتن شيكابالا. يعني كانت حمله كلنا كنا فخورين بيها. الناس متصوره ان ليهم علاقه مباشره بالالبوم، هل ده صحيح ولا مجرد بس في الدعايه؟ لا هم يعني كلهم سمعوا الالبوم عشان خاطر يتصوروا، سمعوا الالبوم وحبوا الموضوع وحبوا يشاركوا باي طريقه. فجت فكره الدكتور اشرف الكردي ان هم يتصوروا بس ان هم يبقوا، يعني لان اسم الالبوم زملكاوي انا، فكأن كابتن حسام حسن بيقول زملكاوي انا، كابتن خالد بيقول زملكاوي انا، وكابتن شيكابالا بيقول زملكاوي انا. طب من ضمن اغاني الالبوم رايه في البلكونه. رايه في البلكونه. يعني ايه رايه في البلكونه؟ رايه في البلكونه دي اسم بعدين انا سمعت انك انت هتستعين بجماهير من نادي الزمالك عشان تصور حاجه زي كده. هو احنا عندنا في الالبوم 2 كليب. اول كليب اللي هو رايه في البلكونه ده كليب شارك في تصويره فعلا، ده انتهى. جماهير الزمالك في 27 دوله. في 27 دوله. 27 دوله، اكتر من 7000 او 8000 زملكاوي شاركوا في التصوير فعليا، ودي اول مره تعمل مش بقى للنادي لاي حد. احنا عملنا حمله عن طريق النت اسمها المئويه سوا. قلنا يا جماعه صوروا احتفالاتكم بالمئويه في كل حته، اعملوا يافطه عليها رقم 100 او رقم 1911 وتصوروا في الشوارع وفي الاماكن المشهوره في بلدكم. جالنا امريكا وكندا وروسيا والامارات والكويت وفلسطين وكل محافظات مصر، كل جامعات مصر، تجمعات زملكاويه في فانيلات الزمالك تحتفل مئويه. خدنا كل الحاجات دي وعملنا منها كليب اللي هو رايه في البلكونه شارع العربيه، اللي هو شعار الحمله نفسها. شعار الحمله نفسها. طيب برضو هل صحيح ان محمد نصر بيعمل لك اخراج لكليب؟ لا غير صحيح. كان في خبر ان هو بيعمل لك كليب.
هو كان في خبر احنا قعدنا مع بعض عشان ننسق يعني شويه حاجات، لكن مش من ضمنها لا كليب عمله محمد السلموني رايح البلكونه، وكليب التاني اللي هو ملكي اللي احنا عايزين نصوره جوه نادي الزمالك ده اخراج محمد جمعه. فدي حاجات متفق عليها يعني. دي حاجات متفق عليها. طب يعني مش محمد نصر؟ لا خبر مش مع صحيح. احترامي ليه طبعا، بس خبر مش صحيح. طبعا خبر مش صحيح. طب الكليب هينزل امتى، او الالبوم هينزل امتى؟ الالبوم ان شاء الله هينزل في خلال شهر يناير، انما امتى بالظبط طبعا هي الشركه المنتجه بقى، دكتور اشرف كردي يعني هو اللي هيحدد ميعاده. انا بالنسبه لي كراجل يعني انا واحمد عادل خلصنا شغلنا كمزيكا يعني خلصتوا تماما كله. وماستر امير محروس اللي هو احسن مهندس صوت في الشرق الاوسط برضو، ومعانا مهندس صوت محمد جوده. عملنا زملكاوي برضو، كلهم زملكاويه. محمد جوده اهلاوي. وانا عايز اقول بقى الناس الاهلاويه اللي شاركت برضو عشان طبعا. يعني هو الاحتفال بالزمالك يعني هو واجب على كله مش على الزمالك بس. ما هي دي الفكره بالظبط، هي دي الفكره. معايا شريف مختار الفوتو ديزاينر اللي عمل كل الصور اللي بتاعت الاوت دور وكل صور الالبوم ده اهلاوي. محمد جوده مهندس صوت اهلاوي. امير محروس لا اهلاوي ولا زملكاوي، ده في النص. انما انا واحمد عادل ووائل صلاح دكتور اشرف الكردي الناس اللي هي يعني مسؤولين بجد كلنا زملكاويه. الكليبين اتنين بس هم واحده رايح في البلكونه وملكي. ملكي لكن بحبك يا زمالك الاغنيه القديمه او زملكاوي انا دول مش هتعملهم. لا دول الناس عرفتهم، واحنا معاك يا عميد كمان برضو من الاغاني اللي الناس عارفاها نزلتها انا برضو قبل كده. احنا معاك يا عميد دي برضو اغاني الناس عارفتها، بس احنا هنصور حاجات جديده يعني نصور هي رايح في البلكونه وملكي. مين هياخد الدوري السنه دي؟ لا ان شاء الله باذن الله اعتقد ان الزمالك اقوى يعني المرشحين. انت دلوقتي انا قريت في دماغك السؤال الساذج ده. لا ازاي، مش ساذج ولا حاجه. انا كواحد بيشجع كوره طبعا انا مش متخصص يعني، لكن انا شايف ان نادي الزمالك واحد زملكاوي واحد بيسال واحد زملكاوي بيحب الزمالك جدا، الزمالك متقدم فرق 6 بونت وواحد بيساله مين هياخد الدوري، مش هتقول لي الاهلي مثلا. لا هو فرق 6 بونت مش هو اللي مطمني، انا مطمن من لو حضرتك قارنت بين اللي حصل للزمالك السنه اللي فاتت لما الزمالك يبقى في مركز 12 او 11 والسنه دي هو الاول على الدوري، في معجزه حصلت. فانا واثق جدا في لعيبه الزمالك، واثق جدا في كابتن حسام حسن، لان اللي يعمل الطفره دي انا ما اعرفش هي اتعملت كام مره في العالم، بس انا ما اعتقدش انها اتعملت كتير. السنه دي هو متصدر الدوري ومتصدره في سنه المئويه، واحنا يعني واثقين في يعني في لعبتنا وعندنا امل وعشم في ربنا ان شاء الله ان احنا نمسك الدرع في سنه المئويه ان شاء الله باذن الله. طب انا يعني انت لفتت نظري لحاجه انا يمكن مش عارف ازاي ما كنتش واخد بالي منها. نمسك الدرع في سنه المئويه. يعني فعلا هذه بطوله مهمه بالنسبه للزمالك جدا. وانا لما قعدت مع كابتن شيكابالا هو اللعيبه جواهم كده، اللعيبه جواهم ان هم يفرحوا جماهير الزمالك في سنه المئويه. جماهير الزمالك يعني من غير مقارنات مع اي حد اعظم واحسن جمهور في رايي، لان في جماهير ناديها بيقع ماتش او ماتشين بتلاقي فيه احنا عملنا ايه مع النادي بتاعنا. لا انا بسجل طبعا مع نادي الزمالك واقفه، احنا اتقال لنا ده الاطفال مش هيطلعوا زملكاويه طبعا. دلوقتي دكتور اشرف الكردي عامل البوم الزمالك عشان بنته تطلع زملكاويه، يعني للدرجه دي الموضوع مش سهل. رغم كده لا تلاقي في ماتش الاهلي والزمالك الاستاد مليان، نص الاهلي قد نص الزمالك. قارن البطولات، المفروض ان احنا اعدادنا مش كده. طبعا لكن طبعا الموضوع طبعا. ان نادي الزمالك ده نادي كبير وعظيم، ومهما كانت عدد بطولاته فهو جوه قلوب الزملكاويه هو البطل الحقيقي. فاحنا كزملكاويه مستمرين، مفيش حد بيغير يعني، ما تقلقش يعني. لا انا بحترم فيك جدا انك تحب ناديك، وانك تبقى فخور بناديك، وده حق لكل زملكاوي او اهلاوي. يعني كل واحد بيشجع نادي دون ان تسيء للنادي الاخر. ما هي دي اهم حاجه، احنا لازم نفهم كده ان كل واحد يشجع فرقته زي ما هو عايز، يبقى فخور بيها دايما ويبقى لكن في النهايه لا تسيء بدون تعصب يعني، بدون تعصب يعني. انا بقول لحضرتك انا كزملكاوي لما بلاقي اهلاوي بيحب الاهلي بحترمه، يعني بفهم الصله اللي بينه وبين النادي بتاعه بفهمها، لان هو زي ما انا زملكاوي بحب الزمالك هو اهلاوي بيحب الاهلي. مفيش اي تعارض يعني، مفيش اي حاجه تخليني اقف ضده او يقف ضدي. دي حاجه جميله، الحب او الانتماء لنادي دي حاجه جميله سواء كان اهلي او زمالك. اكيد. عزيز انت عملت اغنيه ما تزعليش يا مصر لمين؟ لما بعد احداث درمان كانت في يعني شويه كان في كبت وحزن فعملت غنوه هشام عباس اللي هي ما تزعليش يا مصر. والحمد لله كانت خدت احسن غنوه في 2009 في استفتاء مستر دي جي، في كذا استفتاء خدت احسن غنوه في 2009، وهي كانت كلماتي والحاني وتوزيع احمد عادل برضو وغناء هشام عباس.
طيب يعني ممكن اولا انا بشكرك انك شرفتنا، وبتمنى النجاح لألبومك، وبتمنى النجاح لمئوية الزمالك، وسعيد انك فخور بناديك زي كل زملكاوي، وخليك دايما فخور بيه. انا دي حاجة، هي دي الرياضة. عايزك بس تبقى انت كده مع الناس السادة المشاهدين، وتختم انت البرنامج ما تزعليش يا مصر. ممكن؟ انا بشكرك طبعا على الاستضافة دي. انا بشكرك. اللي يغلط في البلد دي واللي مش عارف قيمتها يبقى مش عارف تاريخه، يبقى ما بيقراش تاريخها. اللي يغلط في البلد دي واللي مش عارف قيمتها يبقى مش عارف تاريخه، يبقى ما بتقراش تاريخها. وآه يا غالية، آه يا غالية، آه يا غالية، يا حبيبتي يا مصر رايتك برضو عالية. آه يا غالية، آه يا غالية، آه يا غالية، يا حبيبتي يا بلدي رايتك برضو عالية. وما تزعليش يا مصر، ما تزعليش، ما تزعليش يا مصر، حقك عليا. جميل.